بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. حلقة جديدة وتأملات علاء الشاعر. تمخض الجبل فولد فأرا. تمخض الجبل فولد فأرا. العبارة دي تنطبق تماما مع ما حدث في العهد المصري. تمخض الجبل فولد فأرا. شعارات وآمال وناس عمالة تبني في أسور في الهواء، أسور في الهواء، حاجة حلم الرفاهية وحلم يعني حلم الحرية والرفاهية، وحلم يعني الراجل الناس وصلت بيه لأعلى العالي، ثم فجأة هوى إلى أسفل السفلي. هذا ما ينطبق على عصر جمال بدون مجاملة، بدون نفاق. هذه هي الحقيقة. تمخض الجبل فولد فأرا. هقول عن النظام المصري، يعني ده حاجة ناس دمرت بوظت الدنيا. ناس قذارة، فيهم قذارة، ناس الضباط الأحرار، شوية شباب طائشين مسكوا الحكم في غفلة من الزمن. اللي خد قصر واللي خد فيلا واللي خد مصنع، يعني ناس شوية شباب فجأة قفزوا إلى السلطة وتخلوا عن الوجه المجيء لهم، هو اللي هو محمد نجيب اللي كان عاملين رئيس جمهورية. وفي أول خلاف بين نجيب وأعضاء مجلس الثورة حصل إنهم عزلوه وعينوا الرجل السائر الذي يسمونه سائرة وكذا وكذا، جمال عبد الناصر، في منصب رئيس الجمهورية. هذا ما حدث في العهد المصري. حادثة المنشية، محاولة اغتيال جمال في المنشية تعتبر حجر الزاوية في مسألة إنه خد شعبية كبيرة. طبعا نجم الموت وكذا وكذا، وراجل يعني بتاع شعارات وكذا، إلى أن جاءت سنة 56 هو أيضا رئيس الجمهورية، أراد أن يعمل مشروع السد العالي، فحاول إن هو يشتري في البنك الدولي. رفض البنك الدولي، رفض. فعمل ان هو فحصل ان هو مساله تاميم قناه السويس لكي تمويل بناء السد العالي. ما عجبهاش الدول الاستعماريه ده، فرنسا وانجلترا واسرائيل. حصل العدوان الثلاثي، وبعد امريكا ارسلت انذار الى تلك الدول الثلاثه دي انها تنسحب من سيناء، وانسحب بالفعل. وحصل أكذوبة كبيرة ونفاق كبير في أوساط المصريين وأوساط الناس المتستفيدين من العهد المصري، وقالوا إن إحنا هزمناهم، وحصل بقى يعني لخبطة في التفكير والكذب عين عينك. انتصرنا. يعني الراجل خد في نفسه مقلب، واي حد يعارضه كان يعني مصيره وحش جدا. ويعني وعمل حرب اليمن اللي هي ضحى بأرواح أبناء بلده عشان نزعة قومية لا طائل منها. ده كان تمهيد كله للنكسة، وده كله في إطار من النظام الاشتراكي البائس. ويعني يعني الدكتاتورية لا تؤدي إلى الهزيمة والانكسار. ظن له عنتر زمانه، وانه هي طبعا الناس ينولوا سواء في الفن والاعلام على راسهم طبعا المنافق الكبير محمد حسين هيكل. زي ان هو يعني مساله ان هو هيرمي يصرف في البحر والكلام ده بدون اي حنكه سياسيه. اغلق وزير باب المندب في اعلان صريح للحرب على اسرائيل.
الكيان الذي كان ينتظر هذه الخطوة كأنها إشارة البدء في مع مسألة النكسة. طبعًا النكسة طبعًا دمّرت كل شيء والمنظومة الأخلاقية، هذا بنتحدث عنه في آخر الحلقة. لكن طبعًا الناس بعد ما كانت عايشة في حلم الانتصار الذي زيّنه للناس محمد حسين هيكل. الناس كانت حلم الانتصار وانتصرنا، انتصرنا، انتصرنا. وحدث بقى الإفاقة من هذا الحلم على الكابوس الكبير، هو مسألة التلاحي ومستحيل التلاحي. وعايز أقول إن نص الشعب المصري يحتاج إلى علاج نفسي من هذه المفاجأة. بعد ما كان الرئيس الملهم أصبح الزعيم المهزوم. والناس قالت ابقى ابقى، وأم كلثوم ابقى ابقى. يعني نفاق عام ونفاق حاجة يعني مأساوية. مأساوية يعني، ويعني وانهيار اقتصادي وانهيار عسكري بعد هذه النكسة. وده كله سبب ان الله غضب على هذا النظام الديكتاتوري الباغي بشهادة محمد الشيخ العظيم الشعراوي، اللي بعد ما عرف مسألة النكسة سجد شكرا لله. ده يعني ده ليه منطقه، الشيخ الشعراوي ليه منطقه طبعا في هذا التصرف. لأن وقتها كان الزعيم الملهم كان ماشي بالاشتراكية وماشي بما يغضب الله، وإلقاه للإخوان المسلمين والناس المؤمنين حقا، إلقاه في السجن بحجة أنهم بيعارضوه. زي ما قلت تبخر الجبل فولد ثمر. عبد الناصر مات معنويا بعد النكسة. ما ماتش في 70، هو تاريخ من وفاته الحقيقي في سنة 70، لكني أقول إن وفاته الحقيقية كانت في 67. والرجل بعد هذا التاريخ لم تكن عبارته وسكناته إلا شيئا من حياة الروح. طبعا بقى شوف بقى يعني هم الناس اللي سببوا في النكسة أعتقد إنهم اتنين زودوا إن هم حكاية النكسة تبقى سهلة بالنسبة لإسرائيل. الناس تاخدوا سينا وكذا وكذا، الناس دي زودت ان مسألة سهولة هزيمة المصريين. وأيضا عبد الناصر ده يعني منطقه في الحرب زي ما كنا الناس هتخش بالسيوف على بعض والخيل والسيوف زي زمان. لو بالسيوف كنا غلبنا. لكن دي ناس أعدائنا ناس بتفكر كويس، بتخطط كويس، عارفين هم عايزين إيه وهيعملوا إيه. طبعا ده فرق بين العالم والجاهل. يعني فاكر ان احنا نتحارب بالسيوف والخيل، ده شيء يعني مغامره كبيره دفع ثمنها هو، وللاسف مش هو بس، هو الى جهنم. لكن الشعب البائس الصابر ابتلي بهذه الهزيمه، وحدث بعدها ان ظهرت ثقافه النكسه واخلاقيات النكسه. منظومة الأخلاق انهارت. وفي ناس طفوا على السطح، ناس جداد من الناس بعد بقى من أعضاء مجلس الثورة أغلبهم ماتوا وكذا وكذا. ظهر على السطح علي صبري وسامي شعراوي ويعني ناس كتيرة، وسامي شرف. دي ناس قذرة جدا، وقبليهم قذارة كانت باينة جدا في بعد ما عبد الناصر بنى السجن الحربي، والوحش البشري الذئب الكلب اللي اسمه حمزة البسيوني. النظام طبعا كله مخاطرات، كله ضحك على الدهون، ولولا خوفنا على مصير هذا الشعب ما قلنا هذا الكلام. اللي بيطبلوا كتير ولا بينافقوا كتير، لكن كلمة الحق لابد أن تقال. يعني ربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللي قال المخابرات لما بدل ما يتجهوا خارجيا ويشوفوا يحاولوا حتى انهم ينافسوا الموساد الاسرائيلي، يعني رجال المخابرات وجهوا كل طاقتهم للداخل للقضاء على اعداء الناصريه، النظام الناصري. مش كده وبس، كمان ليهم فضائح اخلاقيه.
في مسألة إنهم علاقة بالساقطات ونجمات الإغراء، ده طبعًا ده يتمثل في في مسيرة عبد الحكيم عامر، اللي هو كان راجل ذئب نساء ومش مهتم بالجيش، ويتدربوا على الأسلحة أو ما يتدربوش ده مش مشكلته. يعني المهم هو في مغامراته النسائية، ويعني ده شيء غريب وشيء مؤسف أن يحدث هذا في بلد الكنانة التي وصفها الله سبحانه وتعالى وصفها بالكنانة، وذكرت في القرآن 13 مرة. وللأسف لغاية دلوقتي في ناس بيحبوا عبد الناصر، يعني ده شيء غريب. ونشوف محمد حسين هيكل الراجل اللي كان بيطبل ويزمر عبد الناصر هو أول شيء، سبحان الله يعني. يعني حسين هيكل ده يعني أعتقد إن هو السبب الرئيسي في النكسة. ازاي؟ يعني فضل يقول لجمال انت تحرر فلسطين وانت كذا وكذا، ومعاه برضه الناس شويه المطربين عبد الوهاب وعبد الحليم والناس دي. يعني الناس كلها بتقول له حارب حارب، هنحارب. يعني طبعا بدون اي حنكه سياسيه. يعني نشوف ازاي محمد حسني هيكل جعل من عبد الناصر اله، وهو صدق كده، عبد الناصر صدق كده. وحصلت نكسه وحصلت هزيمه كبرى، والذل العدو. وحتى يعني الناس اللي كانت بتعتبره قدوه في النهايه قال عليه وثبت عليه المثل الذي يقول: تمخض الجبل فولد فار. تمخض الجبل فولد فار. ده اللي ينطبق تماما على عهد الناصر وعبد الناصر. يعني حتى السد العالي اللي قلنا ده بقى، قلنا حبيبني وده احنا بنلاقي السد العالي، الاغاني اللي بتمجد هذا المشروع. يعني زي ما قلت ان هو عايز يمول المشروع ده البنك الدولي، لما رفض البنك الدولي موله من ارباح قناه السويس. وبعد عشرات السنين الان، ومن 10 سنين تبين ان مشروع السد العالي ده مشروع فيه خساره كبيره، والحق الضرر بالمزروعات وبالاقتصاد. مثلا ان السد العالي كان بيحجز طمي النيل، كده بهذا تكون الفاكهه والخضار ملهاش طعم. حاجه ثانيه، بناء السد العالي ادى الى تهجير الاف الاسر اللي كانت حول منطقه السد. ثالث حاجه، وعدوا الشعب ان بحيره ناصر اللي هي خلف السد، اللي سبب فيها بناء السد، هتنتج السمك وكده، وفيها هيكون في بديل للثروه الحيوانيه في ان هو السمك. ده كله اكاذيب. يعني الناس كلها بتطبل للرجل. ويعني قبل هذا الانقلاب 52 كان في احزاب، كان في انتعاش في الحركه السياسيه، كان في رفاهيه ورغد للعيش. كان الجنيه ب 2.5 دولار وب 2 جنيه استرليني. كان في يعني كان في احزاب، في حزب مصر الفتاه، حزب الاحرار الدستوريين، حزب الوفد، الحزب الوطني. وفي النهايه نجد الناس تواجد الرجل. هذا شيء مؤسف. الرجل الذي اطاح به امال هذا الشعب، مش كده وبس، ده حارب الاسلام ونزعته الزعامه والشعارات. يعني جعلته في نظر الكثيرين، يعني ده شيء مؤسف. اله عمل نفسه اله. طبعا الناصريه انتهت، والناس افاقت على كابوس النكسه. والعالم الاسرائيل طبعا اكبر مستفيد من انهم يجعلوا جمال اله. ده الكلام بقوله لتقييم هذا العهد الذي الان ندفع ثمن اخطائه، سواء في الديكتاتوريات او في الانهيار الاقتصادي والمادي، والصدمه التي اصيب بها هذا الشعب الصابر، وتنكيله بين الرموز الدينيه، وظهرت اخلاقيات النكسه، ساحه دحم وعدويه وكذا وكذا. الناس المشاغبين بتحط من قدر المدرس. العيال مدرسه صحيح العيال كبرت. بنلاقي الابناء
التريقة على الأب والأم. وسقطت وحصل إن المنظومة التعليمية انهارت بسبب هذه المسرحية مدرسة المشاغبين. وانهار جيل بحاله. ونشوف أيضا في العيال كبرت، يعني حاجة يعني فظيعة. هذا هو كله من نتاج العهد الناصري والناس اللي نفخت هذا الرجل، والى الان الناس ترافق الحكام في عهد الكبار بينافخوا والان بينافخوا، ولم لم يتعظوا باي شيء من الماضي. لابد ان ناخذ عبره من هذا. وبعد 10 سنين كيف ان السد العالي اصبح عالي على الاقتصاد وهو مشروع فاشل. وانا لولا اني غيرتي على هذا الوطن كنت اقول هذا الكلام، وغيرتي على ديني. ويشهد الشيخ عبد الحميد كشك الرجل الضرير الخطيب الكبير فارس المنابر حجز في السجن الحربي لمدة 2 سنين بدون أي ذنب. يعني حاجات غريبة. ويعني في تنمر على الدين وفي تذمر على الدين وفي تطاول على الرموز الدينية. ده هذا كله ما أردت أن أقوله في هذه الحلقة. ويعني أرجو أن تكون رسالتي قد وصلت، وألا هل بلغت؟ اللهم اشهد ألا هل بلغت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا.